كان يا مكان أيامنا أيام زمان، نصلي على النبي ونبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا. لما وفوانيس وعيال بتهيس. كل دي فوازير. طب بعدها بقى عملوا حاجه بعد نيلي؟ بص أنا قلت لك إيه، شريهان جابت سقف الموضوع خلاص. نيلي على فكرة رجعت بعد شريهان، عملت كام سنة كده بس مش بقوة اللي قبل كده يعني. بعد كده بقى ابتدينا الناس بتطالب بالفوازير، بس مفيش شريهان، مفيش نيلي، مفيش سمير غانم، معرفش ايه الاسباب. عندك مثلا محمد الحلو وشيرين وجه عملوا قيس وليلى، يحيى الفخراني، هالة فؤاد وصابرين عملوا المناسبات. عندك سماح انور عملت احنا فين، كان في برضه مدحت صالح وغادة عبد الرازق. طبعا كان في بقى وائل نور ونادين جيران الهنا، دي اللي هي شلبيه جارتي عامله جلابيه برضه. كان في بقى ابتدى يطلع جيل جديد من الشباب من الممثلين، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي، علاء ولي، وكان معاهم دينا، وعملوا ابيض واسود فوازير كسرت الدنيا. كانت بقى بيتكلموا على الافلام الابيض واسود بطريقه كوميديه جدا، كانت على الاي ار تي. وياسمين عبد العزيز برضو عملت فوازير اسمها فرح فرح، كانت معاها محمد سعد ومعاها عبد الله محمود الله يرحمه، ومحمد هنيدي عمل مسلسلين. وخلاص بقى ما بقاش في فوازير بقى بعد كده، خلاص ما بقتش ليها لازمه. الناس خلاص مش هتتقبل المواضيع دي. هنروح ونبقى نفتكر بقى المسلسلات واحكي لك المسلسلات، بس لما عصام يجي يدلق عليا الشاي. ما تنسوش تدعوا له. سلام. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا.